مساء النور والسرور على كل من يشوف الفيديو. استفتاحية الفيديو ويا الرقية مالتي كبرانة أكيد، فرق واضح ما شاء الله كبرانة. وبعدين أجيكم للمصايب، موبايلي بننكسر الحمد لله هاي ولا غيرها. راح سوى وصلح ورجع، ما طول يمكن 5 ساعات وجا. الحمد لله على كل شي. بلش وياكم الفيديو روتين يومي، طبعا كالعادة شطف تنظيف غسيل مدري شنو، هي هاي الحياة. واني انظف بس بالي مو يم التنظيف، بالي يم الغدا شنو اسوي غدا. طبعا هاي الحيرة كل يوم، مال شنو اسوي غدا وشنو اسوي عشاء. قعدت الصبح المطبخ هوسته، مع العلم والله نمت المطبخ خاشوقة وسخة ما بيه. قعدت حتى الكاونتر الابواب اللي يفتحون الباب ما يسدون، المواعين بكل مكان. المهم الوطني جاي، قلت خلي احط السمكة شو اسمه بالفرن على مود قبل لا يطفى الوطني، بعدين ابلش تنظيف. لان الوطني الضحى هيج يطفى يتأخر، ما يجي للظهر يجي للعصر. قلت اول شي اسوي السمكة خليها بالفرن، تبلتها وحطيت لها ماجي مال سمك وملح وخليتها بالفرن. ونظفت المطبخ، هاي ورا ما نظفت المطبخ. بعدين قلت لي ما تستوي السمكة ما دام ما عندي شغل، خلي اسوي حليب على مود يعني اسوي لبن خاثر. حطيت 15 قلاص من هاي القلاص العادي مال شربة مال مي، 15 قلاص مي، وحطيت 20 خاشوقة حليب مليانة. طبعا هاي دائما أنا معتمدة هاي الطريقة، تنجح ويا يطلع لبن يعني حيل طيب حلو. واما كل ناس يعني ما يعجبها تشتري لبن مخثر بغير بيته، وهاي يعني ما لها نفس، فالواحد يشتري حليب طوز ويخثر حيل طيب. مثل ما تشوفون بنات، خليت المي والحليب بعدين اذوبه كامل، اظل يعني اخوط بيه لحد ما يذوب الحليب واخليه على النار. من اشوفه صار بهالشكل، ما بقى يعني ولا شوية حليب، كله صار ويا المي، اخليه على النار. يا قلت لي ما شو اسمه يفور الحليب، يعني ما اريد اغفل عنه على غفلة، هو اذا فار على غفلة يعني يتكبى. اسوي التمن يمي وعيني على الحليب، فسوي تمن احمر يعني تمن مال سمج. حطيت بصل وفليفلة شوية اقليهن، وبعدين اخلي عليها المعجون واحمسهن سوا البصل والفليفلة والمعجون. وعندي طماطية واحدة من ثرمتها خليتها وياهن احمسهن. حطيت البهارات وماجي وملح، ورا ما ينحمسن زين على التمام اغلي التمن همين احمس وياهن هيج شوي دقيقة، وهاي بعدين اخلي المي عليه. مثل ما تشوفون عيني على الحليب لا يفور يتكبى، بدا يفور ارجع على شو اسمه على التمن مالتي. شفت البنات هسه احمس ويا المواد حمسة زينة، بعدين اخلي المي واخليه يستوي على راحته. هسه اغطيه واعوفه. الحليب ورا ما يفور اخليه يفور تقريبا 10 دقايق، ربع ساعة، 20 دقيقة عادي. قد ما يفور بعد يصير أطيب. وهسه نزلت الحليب عن النار، طبعا أنا خليته يفور يعني طولت شوية، قلت خليه يفور على مود شنو القشوة مالته تصير صفرة ويصير الحليب بعد أطيب، اللبن يعني من يخطر يصير أطيب. فهسه حطيت الخضرة ما حيل أخرب القشوة، خليها تظل عدلة من جوا اللي جوا هيك أفورها.
طبعا الحليب من أجي خاطر ما أخليه حار، يعني ما يصير من يصير حار راح يخرب وراح يصير حامض، حتى اللبن يصير حامض إذا حار. فشنو أجي ألمس الحليب بإنه ما يشوي إيدي، دافي بس ما يشوي إيدي، فأخذره وأغطيه بمكان وأخليه يعوفه. هسه نرجع التمن مالتي استوى عندي كمان. يعجبني التمن مستوي ويا هيج أكلات، يعني ويا السمك ويا الدجاج شوي يعجبني شوية مستوي زيادة. وهذا كان غدانا، سامنا وسامكم ألف عافية، في أمان الله.